بندور على فنان شاب، وبنقول ان الفنانين الشبان غائبين دايما عن المهرجانات، بس انت بشوفك كتير بتيجي في المهرجانات. لو انا في مصر طول الوقت موجود طبعا. تفتكر ليه ظاهرة فكرة انه كتير من الشباب من جيلك والجيل اللي اصغر ما بيجوش ما بيحضروش؟ انا مش عارف يا لميس، بس انا عايز معلش قبل ما ابتدي كلامي اقول حتى واحنا بنحتفل بمهرجان القاهرة السينمائي بالسينما المصرية العظيمة قدامنا في كل حتة النهاردة، ما احناش ناسيين ابدا نعزي كل المصريين اللي في اسكندرية وفي البحيرة وفي المنصورة، ونقول لهم انه يعني كل تعازينا للي راح له عزيز وغالي عليه، ومصر هتفضل حية وعمرها ما هتموت ابدا ان شاء الله، ونعزي كل الضحايا الطيارة الروس، وشكرا لوجودهم على ارض مصر دائما. بس لا كلمنا عن المبادرة اللي عملتها لتشجيع السياحة، وده دور الفنان بس مش سينما ومش تمثيل، ليك دور كمان لازم. بص يا خيري، هي حاجة أنا بدأتها من 4 سنين، من فبراير 2011، وكان السبب ثورة يناير العظيمة. في رأيي لو كل واحد فينا بس دعا واحد صاحبه بره مصر، ولو قلت ان في حاجة بتاعت 25 مليون واحد عملوا كده، مصر هيبقى فيها بكرة 25 مليون واحد. وانت عملت ايه بقى؟ انا بعمل كده، بتعزم اصحابك؟ بعزم اصحابي فبيجوا. واصحابك دول بيبقوا ايه، فنانين ولا بيبقوا اخر حد عزمته مين يعني انا عزمت شون بين وجه هنا، عزمت ناس اصدقاء وممثلين وجم هنا، ومش لازم كل مرة اقول يعني. طبعا شون بين كان معروف للمصريين كلهم ان هو جاي وزار ميدان التحرير وزار الاهرامات وزار المتحف، فاعتقد انه لو عملنا كده ده هيبقى حاجة مهمة جدا. مهرجان زي ده، مهرجان سينما في وقت زي ده، في وقت عندنا بعض الالام والمحن، بيقول ايه؟ بيقول ان الفن دوره ايه؟ بيقول ان مصر حية، وبيقول انه السينما المصرية مصدر كبير من مصادر مصر، وصورة من صور مصر. لما بتتكلم عن مصر يعني فاتن حمامة، يعني عمر الشريف، يعني حسين فهمي، يعني نور الشريف، يعني محمود مرسي، يعني محمود المليجي، يعني فريد شوقي. دول جزء من مصر زي الهرم والنيل. احنا ما ينفعش نفرط بكل مصدر من مصادر مصر. فرطنا في القطن وراح، فادي عملة صعبة راحت بمناسبة الدولار بقى. فرطنا في السينما وراحت، فدي عملة صعبة راحت. حتى علاقاتنا بإفريقيا فرطنا فيها، فالنيل هيروح كمان. يعني مش معقول كل حتة فينا قاعدين بنقطع فيها كده بنرميها، والكلام ده مش أول مرة يتقال. فدي ثروة مصر. ثروة مصر لازم نكبرها كل يوم. الأرض الزراعية بتروح، طب وبعدين؟ الزرع نفسه ما بقاش زي الأول، وبعدين؟ فاحنا علينا النهاردة نقول إن السينما تكون راس الحربة اللي ممكن يجيب اجوان، لأنه السينما بنحكي قصتنا، مش بس بيبقى فيه عملة صعبة بنقول احنا مين. احنا دلوقتي لما السينما ما تنتجش 300 و400 و1000 فيلم، احنا اقدم من السينما الهندية. لا، وبيحصل كمان انه السيء بياخد مكان، يعني الغوغائية والفوضى بتاخد مكان في ضمير الناس، والسينما ممكن تملى المكان ده بكتير من الوعي، بكتير من الثقافة، بكتير بالفن، بكتير من الحكايات، بكتير من الغنى. يعني اللي يخلي كل حاجة ماشية مظبوط يا لميس القانون. لما القانون يقول انه الاحتكار ممكن يبقى موجود، و2 اغنياء بس هم اللي ينتجوا السينما، تموت السينما. والمنتج الفرد المبدع اللي بيحب السينما اللي عنده الحماس ليها حقيقي خلاص يموت، ويبقى عندك 2 بس، نوعين بس من الفكر. ايه سبب ده؟ ايه سبب ان فعلا الانتاج قليل محصور؟ هل دول بس الوحيدين اللي عايزين ياخدوا الريسك وان السينما بقت ريسك دلوقتي يا خالد؟ شوفي كل حاجة نحطها الاول في اصولها، في المبدأ بتاعها.
طول ما القانون مش موجود صح، طول ما القانون مش مفعل. امريكا اعتى الرأسماليات ما فيهاش احتكار، فيها اكتر من 12 استوديو بيمولوا يمكن الافات الافراد اللي هو بيعملوا الافلام العظيمه دي. وانت حاسس ان احنا عندنا احتكار؟ عندنا ايه يا فندم؟ احتكار. مش حاسس، احنا عندنا احتكار فعلا، احنا عندنا احتكار في كل حاجه. وبعدين احنا ليه يا جماعه جمال حمدان العظيم مش انتوا بتحبوه مؤمنين بيه؟ بشوفك بتعملي كل حوارات استاذنا هيكل، اسمعوا الناس دي. ما هو جمال حمدان بيقول يعني اللي بينقض وهمه على البلد ده اللي بيحبها. وسيد درويش قال دول انصار القضيه، دول الحبايب. احنا لما نقعد ونقول كله جميل وكله حلو واحنا ما عندناش مشكله، نبقى احنا فينا حاجه بنعملها من الناحيه الثانيه كده مش مظبوطه. طب قول لي انت بتخس ليه؟ انت داخل فيلم جديد؟ انا عندي شغل بس انا خارج، مش هقول لك غير لما ابدا التصوير. عندك شغل بره ولا شغل جوه؟ شكله شغل بره ولا هنا ولا يعني ما تقربش قوي يعني، حسس كده. الاثنين. عندك شغل بره الاول هنا وبعدين الشغل اللي بره لانه ده بيبقى لطيف. ما انا ماضي ان انا ما اقولش خالص يا لميس. طب سينما، يعني انت شغال سينما دلوقتي مش تلفزيون؟ مش عارف اقول برضه. طب خالد ايه الفرق بين الشغل بره والشغل هنا في مصر؟ انا جربت الشغل في مصر مع احسن ناس، احسن ناس، وهم اللي علموني وهم السبب ان انا عرفت اشتغل بره كويس. لما يجي لي ناس ما احسش ان انا ضعيف، اساتذتي قووني كويس. يعني وانت واقف بره قدام الكاميرات الامريكاني ومخرج مختلف، يعني هل بتحس انك قلقان؟ قلقان طبيعي هنا وهناك، علشان الشخصيه لسه مش عارفها، بتعرف عليها كل يوم، كل يوم تصوير يعني. لكن في حاجات هم بيعرفوها اكتر مني بتعلمها. بس الاساس اللي علموهولي اساتذتي قوي. مين علمك؟ اساتذتي في المعهد علموني اولا. اول المعلمين ابويا الله يرحمه اللي اداني اول كتاب اقراه في حياتي. ثم اساتذتي بقى اللي في اشتغلت معاهم. استاذ صلاح ابو سيف علمني كتير قوي في المعهد، ولما اشتغلت مع المواطن المصري استاذ يوسف شاهين علمني كتير جدا، استاذ جلال الشرقاوي، استاذ محمد فاضل، استاذ حسين كمال، استاذ ابراهيم الصح، الكبار كلهم. عمر الشريف علمني كتير. طبعا. طيب خالد، لو طلبت منك انك تكلم جمهور المشاهدين اللي بيتفرج علينا وتقول له تعالى